عايز اسالك على عمر كمال عبد الواحد، رايك فيه لعيب ايه؟ كويس قوي. لعيب كويس. لعيب كويس جدا. اه. لما بيستمر. اه. لما بيبعد شويه بيقعد فتره على ما بيرجع، وفي نوعيه لعيبه كده. اه. بس هو على يعني على مستواه، لا، من اللعيبه كويس، وابتدى واكتسب خبرات. امم. وفي الفتره الاخيره المستوى بتاعه في تزايد يعني. امم. شايف ان يفيد الاهلي اكتر ولا الزمالك؟ لا، مين اللي محتاجه دي على اكتر طيب؟ حسب بقى وجهه نظر مين اللي يعني. محتاجه اكتر؟ اكيد يعني الاهلي والزمالك محتاجينه على فكره. الاثنين اه. محتاجين. بس هو بقى يعني طريقه اداء وطريقه لعبه هتمشي مع مين؟ امم. هو الولد لعيب كويس هو يعني. جوكر. ينفع هنا وينفع هنا امم. يعني حقيقي، مش هقول لك مثلا لا ينفع في الزمالك بس او ينفع في الاهلي بس، لا، هو الولد لعيب كويس وزي ما قلت لك ان هو وصل لمرحله من المهاره كويسه جدا والخبرات. اه، فعشان والاهداف كده الرائعه بصراحه. كلها دي اهداف خبرات اهداف خبرات حلوه قوي. وثقه، ثقه امم. في النفس امم. وكثره المباريات والمشاركات برضو، تواجده مع منتخب مصر كل ده اضاف ليه. امم. كابتن وائل، عمر كمال لو راح نادي الزمالك يبقى اضافه من وجهه نظرك كبيرة. كبيره. اه. اه. عمر نضج. امم. يعني بلغة الكورة نضج، يعني خلاص. لعيب عنده خبرات، لعيب عارف يشتغل ازاي جوه الملعب. امم. كورته بقت حلوة قوي، خد اه بالك. بصراحه حتة التصويب كمان دي شغال عليها تفرق. حلو قوي. اه طبعا، امم. يعني جاب 3 اهداف حلوين قوي. احلى من بعض، واحد مع في المنتخب اتنين واثنين في مع النادي. اتنين في اتنين برجله اليمين وواحد برجله الشمال. اه. محطوطة في ال8. امم. خد بالك. امم. فلا يعني الفترة الأخيرة الحقيقة فرض نفسه على الساحة اه. عمر كمال. فأنا شايف إن هو لو جه نادي الزمالك هيبقى إضافة كبيرة جدا في جدا. الوقت الحالي. امم. ونادي الزمالك محتاجه في الوقت الحالي. الزمالك محتاجه اكتر من الاهلي ليه؟ لأن نادي الزمالك احنا قلنا إن هو ما عندوش سكواد كتير. اه. يعني محتاج لعيبة اه. زي عمر. امم. النادي الأهلي لا، عنده. امم. عنده أساسي وعنده احتياطي وما شاء الله. ده مش معنى إن أنا بقول إيه ده يجي الزمالك، أنا ماليش علاقة، بس أنا اه فاهم، انت بكلمك في بتقول وجهه الوضع. نظرك. بكلمك في الوضع الحالي. اه. مين محتاجه اكتر؟ امم. لا، انا شايف نادي الزمالك هل محتاجه هو اكتر. احسن لاعب في الدوري لحد دلوقتي عمر كمال عبد الواحد في الثلاث جولات؟ كابتن ابراهيم احسن أنت شايف لاعب كده؟ في هو الدوري. الافضل بصراحه. اه كابتن وائل. طبعا. ممكن. امم. لانه مؤثر في كل الماتشات. مظبوط. مع المنتخب فطبيعي حتى كان طبيعي ان شغال. انت لما تلاقي واحد ليه تاثير ايجابي في كل الماتشات وممكن يكسب فرقه في كل الماتشات، ممكن ياخد احسن لاعب في ال3 جولات. خد بالك كابتن وائل، تمام. مش مع نادي كمان، هو مع مع المنتخب. المنتخب كمان يعني خد صح. بالك من ايوه، ما الاثنين انا دي عارف. بتكمل. مع المنتخب ايام كيروش كمان. انا قصدي كان ان هو شغال بيتكلم كويس. على ال3 جولات. اه انا بتكلم على الدوري. لكن هو مع المنتخب برضه لا مع ليه دور. المنتخب خد طبعا بالك ليه دور. المنتخب هو اللي بيقوي، صح. هو اللي بيديك رايك يا الثقه. كابتن شريف؟ عمر كمال عبد الواحد ابن الكابتن كمال عبد الواحد المعد طبعا البدني طبعا للمنتخبات الوطنيه، طبعا. ومع الكابتن شوقي غريب دلوقتي، فهو متاسس صح. اه لازم متأسس تفهم، صح. متاسس صح. اه. عنده شخصيه. امم. اولا الولد عنده التزام في حياته خارج الملعب صح وجوه الملعب، صح. ففرق معاه كتير جدا. امم. عنده انضباط، امم. فده باين وعائد عليه جوه الملعب، وده اللي واضح لينا كلنا. امم. الولد امكانياته عاليه جدا، الفرديه والجماعيه. عنده ثقه في نفسه عاليه جدا. اولا بيلعب في كذا مركز، باك رايت، باك صح. ليفت، جناح، ممكن وسط ملعب كمان. مم. هتلاقيه في كل المراكز دي يعني. وعنده نزعه الهجوميه شرسه، وعنده جرأه. تمام. وعنده الحس التهديفي عالي جدا. فدي مميزات كبيره ما تلاقيهاش في اللعيبه دلوقتي، عشان هو لعيب عشان كده مختلف. بيفرض شخصيته في اي وقت. وعنده قرار في الملعب بصراحة. طبعا ده راجع للشخصيه بقى والحاجات صح دي صح. كلها. فانا شايفه مختلف جدا، وطبيعي ان كل الانديه تتهافت عليه، ده حقه. بتطالب النادي الاهلي بالتعاقد معاه النادي الاهلي بينافس على بطولات كتيره، من وجهة نظرك الفنية يعني؟ من وجهه نظري طبعا. طبعا. مهم تواجده ضمن المجموعه الموجوده المميزه جدا. بالذات في المركز بتاعه عنده معركه شرسه. ليه؟ عنده هاني، عنده اكرم توفيق، عنده اكرم كريم فؤاد. اساسا نص ملعب. لا لا، كريم فؤاد بيلعب وينج مع انت كولر. اكرم توفيق تقريبا معظم ماتشاته في الاهلي باك رايت. قبل الاصابه الميزه بتاعته باك رايت. خلاص، يبقى عندك هاني واكرم وعندك كريم فؤاد وعندك خالد عبد الفتاح. بقول لك برضه هيبقى ليه مكان، هيبقى ليه دور وليه مكان، خصوصا ان هو بيلعب شمال ويمين برضه. بيلعب شمال ويمين ويلعب جناح يمين وشمال، يلعب الاثنين. خليني اقول لكم ان طبقا للمعلومات اللي عندنا ان عمر كمال عبد الواحد بنسبه تصل ل 95% قد ينضم للنادي الاهلي في شهر يناير المقبل. بارك الله فيك. بنسبه قد تصل ل 95%. عشان كده قلت لك ماشي. وجوده مهم. ممكن يعني هو الاقرب للنادي الاهلي. انا بقول لحضراتكم معلومه، عمر كمال عبد الواحد اقرب للنادي الاهلي. كل حاجه وارد ان هي تتغير، دي مفاوضات وده طبيعي جدا، لكن هو اقرب للنادي الاهلي طبقا للمعلومه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر كمال عبد الواحد بنسبة 95% في النادي الأهلي. خبر أكيد كويس إنه لعيب مميز
مميز بصورة كبيرة جدا، ولكن هيكون على حساب مين؟ الجبهة اللي فيها عمر كمال عبد الواحد في النادي الأهلي طبعا جبهة قوية فيها لعيبة كتير، خاصة الاتنين اللي راجعين من الإصابة، كريم فؤاد وأكرم توفيق. الاتنين أقوياء جدا في الجبهة دي، لكن اللي بيميز عمر كمال عبد الواحد عنهم مرونتو، إنه بيلعب في أكتر من مركز، ده اللي هيميزه عنه. ولكن وجوده في النادي الأهلي هيكون على حساب حد من الجبهة دي. احنا لسه متعاقدين مع محمد عبد الفتاح باك يمين صريح، ما اثبتش كفاءة جامدة في النادي الأهلي، فهيكون أقرب واحد الخروج من النادي الأهلي هيكون عبد الفتاح، لأن احنا عندنا محمد هاني بيمتاز بالعرضيات وكورته الهجومية كويسة، وأكرم توفيق حدث ولا حرج، لعيب باور جامد جدا، وكريم فؤاد شفنا كولر طور في مستواه ازاي واستفاد منه ازاي. بس هي المشكلة الحقيقية، هل أكرم توفيق وكريم فؤاد بعد الإصابة، خاصة 2 رباط صليبي لأكرم توفيق، هيرجعوا لحالتهم الطبيعية ولا لأ؟ عشان كده يمكن النادي الأهلي بيفكر في عمر كمال عبد الواحد إنه يجيبه، هو كان عايز يجيبه من السنة اللي فاتت، لكن فوضات فشلت. لكن وجوده طبعا هيكون قوة كبيرة للنادي الأهلي، وهيبقى فيه منافسة قوية، خاصة لو أكرم توفيق وكريم فؤاد رجعوا لمستواهم اللي كان موجود قبل الإصابة. لكن لو ما رجعوش لمستواهم اللي كان قبل الإصابة، هيبقى حل سحري بوجود عمر كمال عبد الواحد في النادي الأهلي، لأن الأهلي داخل على بطولات كتيرة، محتاج لعيب بالكفاءة والجودة العالية دي، ويا ريت فعلا يجي النادي الأهلي. كنت أهلاوي أصيل، نشكر الرياضة المصرية، ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.